جماعة طاجن البامية ده بجد تحفة، حرفيا احلى طاجن بامية ممكن تجربوه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الدخله دي بتاعتي انا اللي هشتغل على فكره. ايه ده بجد؟ ايوه. طب اتفضل المايك معاك يا فنان. انا بقى هعمل لكم احلى طاجن باميه باللحمه هتاكلوا صوابعكم وراه. في البدايه هنزل بمعلقه سمنه كبيره وبصلايه كبيره مبشوره وهشوحها. واول ما البصله تبدا تاخد لون معايا هنزل بفصين توم مفرومين وهشوح. الريحة فحفحت ولسه وخطيرة. انت لسه شفت حاجه؟ واول ما اشم ريحه التوم هنزل بقى بالباميه المتقمعه المغسوله ومتصفيه كويس. المغسولة الاول وبعدين متقمعة. ايوه صح كده. هضيف رشة صغيرة من الفلفل الأسود وهشوح كويس علشان البامية تاخد من طعم البصل والثوم. وهضيف الطماطم المضروبة وهضيف ملح وفلفل أسود. ولو حسيتوا إن الطماطم مش حمراء ممكن تضيفوا معلقة صلصة. ولو حسيتوا إن الطماطم مززة شوية ممكن تضيفوا معلقة سكر صغيرة. بالظبط كده، الحاجات دي بتظبط الطعم. بالظبط كده. هقلب كويس وبعد كده هغطي وهسيبها تاخد غلوتين. بس كده تمام. هحضر بقى الطاجن بتاعي وهضيف كده البامية. انا هنا استخدمت طاجن ازاز، تقدروا تستخدموا طاجن فخار هيكون تحفة. فين اللحمة بقى؟ استني على رزقك. ماشي يا باشا. احنا هنا كنا سالقين اللحمة، هنبدأ نضيفها كده. وهزود شوربة علشان لسه هتستوي في الفرن. والتركة بقى هنا هضيف معلقة توم مفروم وهقلبها كويس كده في الطاجن علشان ايه؟ الريحة تفحفح وتملى المكان. ايوه بالظبط كده. بص بقى هنا الجمال. شوفوا بقى يا جماعة، طول ما هي في الفرن وانتوا رايحين وجايين كده تشموا ريحة خطيرة. هضيف بقى 3 قرون فلفل حاميين كده على الوش. يا جماله. دول بقى هيخلوها ايه حكاية. وبعد كده هكون مشغل الفرن وهدخلها على الشبكة. هتقعد تقريبا ساعة وهتطلع بالجمال ده. يا خبر ابيض على جمالها يا جماعة، خطيرة. شم بقى ريحتها. تحفة. يا سلام بقى وهي بتبقبق كده في الفرن بتبقى ايه. خطيرة. ببقى نفسي اكلها. انا بقى بحب اكلها بالعيش. انا بحب اكلها بالرز بالشعرية. ماشي يا ستي، ممكن ادوبها. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده على فكرة انا اللي عاملها مش انتي. تصدق صح. ممكن بقى ادوق. اتفضلي دوقي. لذيذة. لا تسلم ايدك والله. تسلمي بألف هنا.